صباح الخير. النهاردة يوم جديد مع لمبة جديدة ومفتاح جديد. هنتكلم على لجنة التخطيط بالذات للصفوف العليا. ده الوقت اللي بعلم فيه الولاد يبقوا قادة فعلا. خلاص احنا في الصفوف الصغرى علمناهم الجلسة الصحيحة والقادة بيبقوا عاملين ازاي وكاتب السجل وكاتب السبورة. لا دلوقتي لازم اعلمه ازاي طرق تيسير النقاش. فمثلا بتلاقي ولاد صوتهم واطي. ايه المشكلة؟ او ولد ذو احتياجات خاصة، بدل ما افضل اقول له علي صوتك علي صوتك علي صوتك، انا ممكن في لجنة التخطيط نتكلم مين الولاد اللي ما بتناقش، مين الولاد اللي صوتها واطي. يقوم القائد بنفسه يقرب من اللي صوته واطي او اللي عنده احتياجات ويسمع منه رأيه وينقله للآخرين. دي لحظة هو قام فيها، غير فيها النمط، في نفس الوقت ادى اهتمام ورعاية كبيرة جدا وقيمة لرأي الإنسان الخجول أو اللي صوته واطي أو اللي عنده صعوبات. أولا هتعمق العلاقات أكتر، هتكسر النمطية، وهتخليهم أسعد أكيد. وإحساس الولد ده إن أنا مهم ورأيي مهم هيفرق كتير قوي قوي معاه، لأنه هيبقى عارف إن أنا مهم في مجلس الفصل ومهم رأيي لمجلس الفصل.